السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ روفي تيوب. والنهاردة هنقدم كرواسون بطريقة جميلة وسهلة وبسيطة. يلا بسرعة اعملي لايك للفيديو. اول حاجة معايا كوباية لبن دافية، دافية طبعا مش سخنة، وزيها كوباية مية برضو دافية مش سخنة. تمام. ومعايا معلقة ملح صغيرة، وثلاث معالق برضو صغيرين بس مليانين سكر، يبقى معلقة ملح وتلاتة سكر. وده كيس خميرة فورية بحطه كله. وهحط بيضتين بس، بضاية هاخد منها البياض، وبضاية هحطها كاملة. طبعا هحجز الصفار عشان هدهن بيه بعد كده وش الكرواسون. ده كده انا اخدت البياض بس. اقلب بقى كل المكونات بتاعتي دي كويس جدا لحد ما احس ان الخميرة دابت والسكر والملح دابوا. طبعا انا السكر حطيته اكتر علشان خاطر الخميرة. هنا انا معايا كيلو تقريبا دقيق، عامل حوالي 5 كوبايات او 6 كوبايات، بس احنا مش هنقول بالكوباية عشان بيختلف من كوباية للتانية. فانا معايا كيلو دقيق بس مش هنزل بيه كله لان كل معيار بيختلف عن التاني، واحنا هنعتمد على الكوباية اللي عندنا. فانا انزل بالدقيق حبة حبة لحد ما يعجن معايا. وعجينة الكرواسون بتكونش يابسة قوي، بتكون طرية كده وناعمة. نعجن بقى بايدينا، نلم العجينة. طبعا اللي عنده عجان الدنيا بتبقى اسهل من كده خالص. اخدها بقى بعد كده على الرخامة، لان زي ما اتعودنا لازم نخدم العجينة في عجنها كويس. وعلى الرخامة بتبقى المساحة اكبر، يعني المساحة بتديني يعني فرصة افضل ان انا اعجن كويس. هنا انا حطيت بس تحت العجينة شوية دي عشان حسيت ان هي ايه، محتاجة اعجن بقى كويس لحد ما تنعم في ايدي، واحس ان ما بقاش فيها دقيق خالص وبقت ناعمة وطرية. اول ما بتتعجن كمان بتلم من الايد وما بتبقاش ملزقه ولا فيها اي حاجه. دي بقى طبعا بعد ما خلصت زي ما انتوا شايفين كده ناعمه وجميله، اسيبها بقى اغطيها كويس واحطها في مكان دافي واسيبها بقى تخمر. طبعا حسب حراره الجو يعني. هنا بعد ما خمرت يا دوب ما اخدتش بتاع حوالي نص ساعه بكتير او ساعه الا ربع، لان انا كنت دفيت الفرن وطفيته طبعا وبعد كده رحت حطيتها، فده بيساعد ان الخميره تخمر، العجينه تخمر بسرعه. هي خمرانه كويس جدا جدا. هنا بقى باجي كده العجينه افتحها يا دوب من النص واعملها كده زي الكحكه كده عشان تسهل عليا بس تقطيعها. هبتدي بقى اقطع قطع كده، يعني مثلا كل قطعة تعمل قد مثلا ليمونة كده، استفندية صغننة كده في الحدود دي. هقطعها على 20 قطعة. عملت معايا 20 قطعة بالظبط، ودايما تطلع 20 قطعة. يعني بحاول اعملها كده بتطلع مظبوطة جدا. زي ما انتوا شايفين العجينة معايا حلوة قوي قوي، مش ملزقة ولا اي حاجة خالص، وخمرانة حلو. ما ننساش دايما رشة الدقيق تحت كده. انا خلصت الكمية اللي معايا كورتها كلها وحطيتها في جنبي على صاجة، وابدأ بقى اخد كورة كورة، ارش الاول دقيق وافردها. هنا طبعا انا معايا زبدة هستخدمها بعد كده. الزبدة دي حوالي 150 جرام. ابدأ افرد كده
كل كرة افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وارص جنبي. هعمل العشرين قطعة بنفس الشكل. وطبعا ببتدي من القطعة افردها. معلش وقعت. ابتدي افرد اول كورة، ما ابتديش باخر كورة، عشان اول كورة بتكون استريحت خلاص. وابدا بقى ارصهم كده كلهم جنب بعض، وما انساش رشه الدقيق من فوق ومن تحت علشان خاطر ما يلزقش مني. زي ما انتوا شايفين كده، ابدا ارسم كلهم كده. العشرين كوره ابدا اعملهم بنفس الشكل. دي اخر واحده تقريبا. زي ما انتوا شايفين كده، انا رصيتهم كلهم كده ورا بعض عشان يسهل عليا. طبعا بما اني في دقيق ما بيلزقش في بعضه خالص. ابدا بقى اجيب طبق كده كبير كبير على قد اللي انا فردتها، احطها كده واكون رشاه دقيق طبعا عشان خاطر ما يمسكش في الطبق من تحت بعد كده. واجيب بقى الزبده، بتكون ساحت خلاص بحراره الغرفه، مش سايحه يعني ايه، تقدري تمسكيها وتدهنيها. وادهن كده على العجين زي ما انتوا شايفين، دهان عادي خالص كأنك بتدهني اي حاجه كده عادي. وابدا اخد اللي بعدها. هي دي لزقت مني شويه اصلا تقريبا، الدقيق يعني ما كانش ماسك فيها كويس. زي ما انتوا شايفين كده، ادهن الزبده. ولازم زبده، ما ينفعش سمنه. وطبعا افضل اللي هي الزبده الصفراء، اللي هي اللي عند اللبان. زي ما انتوا شايفين كده، اخد الزبده وادهن، والزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش سايحه، عشان برضو لو ساحت مش بتبقى حلو، مش يعني مش بتطلع الكرواسون ناجح بمية في المية. زي ما انتوا شايفين، وكل عجينة بفردها بتفرد اللي تحتها وهكذا. كل ما افرد الدايرة بتحسي بتوسع اكتر واكتر. كل ما افرد الزبدة العجينة نفسها بتفرد معايا اكتر واكتر. المهم بس انا كل ما احط واحدة اسويها باللي تحتها، عشان في النهاية تطلع كلها سوا بعض. افضل شغالة على الحال ده. عفوا. لحد ما اخلص العشر رقات. اخر رق طبعا ما بدهنوش من على الوش، ما بدهنوش. ده كده 10. اعمل برضو العشرة التانيين لوحدهم، والعشرة اللي اخلصهم ادخلهم التلاجة. نفس اللي عملناه في العشرة الاولانيين هنعمله في العشرة التانيين. ابدأ برضو كده نفس الحكاية، ادهن. هي ميزتها لو اتنت ولا حاجة بتقدري تفرديها وتتحكمي فيها، احلى من اني تعمليها باي طريقة تانية. بصراحة الطريقة دي سهلة وعجبتني وطلعته مظبوط جدا جدا يعني. اخلص بقى دول، وادي برضو هنا خلصت العشرة التانيين. بلفهم بقى بالاسترتش كده وادخله التلاجة، يقعد في التلاجة نص ساعة كده. وبعد كده اطلعه بقى واشوف هنعمل ايه. هنا بعد ما قعد في التلاجة نص ساعة، ارش الرخامة بقى برضو بالدقيق كويس، وابدأ بقى اهو اخرجه كده اهو، عشان انا حاطة دقيق مش ماسك، يدوب بس مطرح السقعة. اهو طالعة اهي كويسة جدا. ابدأ بقى افردها، ما افردهاش رقيقة قوي ولا تخينة. رشة خفيفة بقى كده من الدقيق، وابدأ افردها.
احاول بقدر الامكان ما اطلعهاش مدوره قوي، اعملها مستطيل شويه بحيث لما الفها تبقى مظبوطه معايا. ابدا بقى ابرمها. انا هنا قلبتها على الوش التاني عشان اللي تحت دايما ما بيبقاش شكله ظريف، فخليت لان انا لما هلفها كده اللي كان فوق هو اللي هيبقى ايه، اللي كان فوق وقلبته بقى تحت هيرجع يبقى فوق تاني مع اللف. زي ما انتوا شايفين اهو الشكل الحلو هو اللي بدأ يبقى ايه فوق، عشان نطلعها حلوة وشكلها كويس. ابدأ بقى اساوي اخرج كده الجناب كده علشان خاطر يبقى الرول كله على بعضه. طبعا زي ما انتوا شايفين احنا حاطينها رقات، فهي كده اوريدي بقت مورقة، زائد ان انا هقطعها كمان، فكل راق يتعمل لرق تاني. زي ما انتوا شايفين كده عملتها اسطوانة كده او رول. بقطعه بقى حتت عريضة شوية، ما بتكونش رفيعة طبعا. شايفين كام راق؟ شايفين الرقات عاملة ازاي؟ انا جيت بقى من الظهر كده فتحتها كده وحشيتها جبنة. ممكن احشيها شوكولاتة، ممكن احشيها اي حاجة انا حباها. زي ما انتوا شايفين شكلها جميل، او ده شكل جديد برضو بالنسبة للكرواسون. ممكن اعمل بعد كده، هعمل لكم بعد كده يعني الشكل العادي اللي احنا متعودين عليه. بس يعني حاولت اعمل ايه شكل جديد كده ويكون تجربة. وبالمناسبة طبعا انا شفت الفيديو ده في فيديو تركي، فحبيت ان انا انقل لكم الفكرة والتجربة، وبصراحة عجبتني جدا. دي سادة ما حشيتهاش حاجة خالص، برضو نفس الشيء دي انا حطيتها سادة ما حشيتهاش حاجة. فاللي عايز يعمله سادة بيعمله، واللي عايز يعمله محشي جبنة، محشي شوكولاتة، بيبقى كله جميل وحلو جدا. اميز بس بين اللي انا حاشياه جبنة واللي انا مش حاشياه خالص عشان لو حبيت كده. دي الصينية الاولانية خلصت، العشر الاولانيين خلصوا، دلوقتي انا عملت العشر التانيين خرجتهم وفردتهم برضو. بس دي هعملها بالشكل المعتاد اللي احنا متعودين عليه. انا فردتها هنا دايرة، وبعد كده قطعت الدايرة دي لسمبوكسات زي ما انتوا شايفين. في اللي عايز سمبوكسات ارفع، في اللي عايزها اكبر، في اللي عايزها بنفس المقاس اللي تحبيه. طبعا بحط على الاطراف هنا جبنة. برضو هعمل جزء محشي وجزء مش محشي. ابدأ الفها كده كويس زي ما انتوا شايفين، واخد اتنيها لتحت كده واحط في الصاج اللي هخبز فيه او الصينية اللي هخبز فيها. ده الشكل المعتاد اللي احنا متعودين عليه. برضو نفس الشيء انا برضو طلعتها وفردتها وعملتها دايرة، وبعد كده رحت برضو قلباها على الوش التاني. دي طبعا بعد ما سبتها حوالي ربع ساعة تاني او نص ساعة تاني من بعد ما عملتها بالشكل ده، ابدأ بقى صفار البيضة اللي انا كنت شايلاه احط عليه حبة لبن، وابدأ ان انا ادهن بيه الكرواسون. واكون اثناء ما انا بدهنه اكون فاتحه الفرن على الحراره، على درجه حراره 200، وبعد كده عشان لما ادخله على فرن سخن على طول، وما دهنهوش ما دهنش وشه الا بعد ربع ساعه زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خرج من الفرن زي ما انتوا شايفين رائع جدا، والطعم اروع بكتير، ويا رب يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة اللي بيشوفنا لأول مرة، ولايكات كتير 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 علشان خاطر نوصل لأكبر عدد من المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.